متابعينا الكرام، شبرا ولعت نار. مطعم جديد جميل كلنا عارفينه، بيقدم احلى انواع الحواوشي، اسمه حواوشي الرفاعي. فتح في شبرا عندنا، وفين؟ في منطقه الخلافه ومنطقه. تعالوا بينا كده نشوف. انا بصراحه جوعت على السيره، بس على الخبر. تعالوا نشوف مع بعض سندوتشاته وهنختار منه ايه واسعاره ايه ورقم الدليفري بتاعه كام، عشان الشبراويه حبايبنا لما يطلبوا من حواوشي الرفاعي. تعالوا معانا. كل يوم متابعينا الكرام، منطقة شبرا وخصوصا الخلفاوي ومنطقتي بتتبلور وبيظهر فيها عروض جديدة ومطاعم جديدة وأماكن بتعلن عن حاجات جميلة وجديدة. وأنا هو ماشي في شارع شبرا رايح متجه على مطعم الرفاعي زي ما قلت لكم كده، عشان أركن عربيتي وأتغدى فيه وأقول لكم على رأيي بصراحة في سندوتشاته. ولكن هو طبعا اسمه وتاريخه معروف جدا طبعا لكل الشبراوية اللي عارفين الخلفاوي كويس. ادي محطة الخلفاوي قدام 3 ستار، وبعدها كوكو كيدز اللي كنت عملت عنه ريفيو قبل كده، وفي محل ملابس جديد برضو فتح. هنلاقي الرفاعي اهو مطعمنا المقصود. دخلنا كده المطعم شياكة وجميل، وبيقدم لك كده باكت فيه منديل الرفاعي وجوانتي. وبيجي بقى كده يعني بيستقبلوك بقى، بيقدموا لك السندوتش بتاعك كده، بيقطعوا لك 4 ارباع، والخدمة هنا جميلة رائعة. طبعا سندوتشات الحواوشي اشكال والوان، طلبت منهم اللحمه مع السجق البلدي الجميل، وهنا بوريكم طبعا حط لي فيها برضو الجبنه الشيدر بطلبي انا، كل حاجه بالطلب. وتحس ان السندوتش كده كبير ومطرعم وجميل وكريسبي اصلا جميل. ضربت كده في الطحينه وحطيته في بقي كده، دقته وكان طعمه رائع وجميل بصراحه. وعنده انواع بقى كتير من كل الانواع، وتشيكن ولحمه وكل حاجه. وما نسيتش اصور لكم الصور المطعم والاكل بتاعه عشان تعملوها سكرين شوت، وتطلبوا طبعا من الخط الساخن بتاعه اي صنف من السندوتشات اللي انتوا عايزينها ويوصلها لكم على طول. وبعد ما خلصت اكل وانبسطت باكلي، طلعت كده منه وانا مبسوط، ولقيت المفاجأة الكبيرة كمان جنب الرفاعي على طول، ملك البن ابو عوف. يا سلام بقى كمان لو تحلي بقهوة بين ابو عوف، عدالة وجبرت.